السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا تكات وحركات كتير من داخل المطبخ. طريقة عمل القطايف من وهي عجينة من اول الالف لحد الياء زي ما انتوا شفتوها كده. يلا بينا شاهدوا الحلقة. ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا لأول مرة، ولايكات كتير يا حبايبي. كل عام وانتم بخير، دمتم في حفظ الرحمن. يلا شاهدوا الحلقة وشوفوا الطريقة اتعملت ازاي. هنعمل النهارده عجينة القطايف في البيت بطريقة سهلة وجميلة جدا. يلا بينا يا حبايب قلبي. معانا كوبايتين من الدقيق وقصادهم كوبايتين من المية. انا هروح انخل هنا الكوبايتين الدقيق بتوعنا في البولة العميقة دي. بسم الله. ادي تاني كوباية. نخلنا كوبايتين الدقيق، معانا معلقة من النشا كده زي ما انتوا شايفين. دي الاضافات اللي هنضيفها على الدقيق بتاعنا. معلقة من البيكنج باودر، ورقة من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنمزج كل المكونات دي في قلب بعضيها كده، نقلبها كويس. العجن بقى لكل كوباية دقيق كوباية من المية. ادي اول كوباية اهوت، نفس كوباية دي هي كوباية المية اللي هتعايري بيها. وادي الكوباية التانية اهي. وهتقلبي بقى بمضرب بمعلقة بأي حاجة عندك لحد ما تتكون عجينة كويسة معاكي. انا هروح اضربها وعجنها كويس واوريكم شكلها. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا عجنت العجينة اهي. واخر حاجة هنضيفها سنة سكر كده للتفاعل، وهنقلب كويس. شايفين ما شاء الله؟ بصوا على العجينة عملت ازاي، تحفة. هنسيبها بقى ترتاح 10 دقايق، نفضيها بقى في ازازة، نخرم الغطا وتبداي تشتغلي بيها زي ما هتشوفي كده معانا في بقية الفيديو. هنا بقى يا حبايبي بعد ما ريحنا عجينة القطايف 10 دقايق معانا، هنجهز هنا بقى ازازة وقمع وصفايه عشان نصفي الخليط بتاعنا كده. كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا صفيتها وهبدا اغطي الغطا بتاعنا ونخرمه كده بسكينه سخنه. هنا بقى يا حبايبي اي طاسه عندكم كده مفروضه، هنحط معلقه زيت صغيره خالص ونمسح كده بمنديل، ونخلي المنديل ده معانا كل مره نمسح بيه الطاسه. بصوا يا حبايبي، بسم الله. شايفين يا حبايبي كده اول ما تبدا تعمل فقاعات كده دليل على ان العجينه كويسه ان شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ بصوا حبايب قلبي اللي انا بطلعه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وديت اهيت انا طبقتها كده علشان اشوفها بتلزق ولا لا. شايفين شكلها جميل، لسه ما اتقلتش ولا اتحشت حاجه، وما شاء الله بتلزق وجميله وكل حاجه. انا بطلعها بتكون منديه كده وبتسيبوها للهواء تبرد، مش بتطلعوها مستويه للاخر. هي مجرد ما تتعرض للهواء بتبدا تنشف وتتهوى. على عين تانية بقى نجهز السيرب بتاعنا. 3 كوبايات من السكر. ادي تاني كوبايه، وحاولي كده ايه ما تخليش السكر يجي على الحروف. ادي الكوبايه التالتة بالراحه كده. نزلي كوبايتين الميه على 3 كوبايات السكر. نقلبهم كده بالراحه، نولع عليهم النار لحد ما يتكرمل ويبقى معانا سكر كويس كده، ايه شربات كويس. هنا بقى يا حبايب قلبي اثناء الغليان هنبدا ننزل كده بعصره الليمونه ونوطي عليه و10 دقايق كده ونطفي ان شاء الله. ما بقى نحلل حاجه كده بقى العسل بتاعنا اتسبك خلاص. وهنزل باخر حاجه بورقه فانيليا، وابدا بقى ايه احشي، اجهز الحشو بتاع القطايف بتاعنا ونبدا نقليها. بصوا يا حبايبي الكميه اللي طلعت من كوبايتين دقيق هنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا جهزت هنا جوز هند، زبيب، مكسرات طحنتها في المطحنه سوداني، وحطيت سنه سكر. وتحطي فيه لو عايزه تحطي سنه قرفه، فانيليا اللي انت عايزه تحطيه. وقطعت قطع من البلح كده وجهزت معاه الخليط ده. هبدا كده بسم الله هعمل الحشوه بتاعتي فيه كده اهو، وهبدا اقفل فيها كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهي.
هي يا حبايب قلبي شايفين ما شاء الله شكلها جميل. وهحضر زيت غزير على النار يسخن عشان ابدا اقلي القطايف بتاعتي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله قفلتها اهوت، وادي الزيت اهوت على النار. بسم الله نحطها كده تتقلي. ما شاء الله انا عامله قطايف جامبو حجم كبير. شايفين المنظر ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله اللون والشكل جميل جدا. بصوا يا حبايبي شايفين ما شاء الله اللون بقى جميل ازاي. هتبدا تطلع كده على الشربات على طول السيرب يعني كده بقى يا حبايب قلبي. نبدا ايه نغطسها بالسيرب بتاعها الجميل ده القمر ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. تبداي بقى هنا ايه تطلعها كده على مصفى. يا سيدي قطايف 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 من ايد رانيا يا جماعه. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى انزل بقى كده ايه بالعسل الجامد ده كده على المنظر الرهيب ده. وادي احلى طبق قطايف من صنع ايديا وحياة عينيا. مع السلامه يا حبايبي. ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا لاول مره تشوفيني على قناتي باليوتيوب.